مدني لا ذنب له، أخفى ملامحه خوفا من اختطافه مرة أخرى بعد أن أطلق سراحه بعملية تبادل للأسرى بين المقاومة الشعبية بتعز والمتمردين. أمضى 5 أشهر عجاف تحت سياط التعذيب في دهاليز ميليشيا صالح والحوثي ما بين صنعاء وذمر. بحقق معك أي حاجة كنت تقول له والله إن أنا صادق معك، أقول لك لا أنت الصادق. قال في 3 2 ورا ظهرك بالسلاح ولا بالعصا ولا وخليك ماسك كذا بلوكا 50 موزن 50 وضرب قف الظهر. المهم يعني التعذيب وإهانة تعرضنا بكل أشكال. التقينا المحامي عبد الرقيب المحيا ليس لأخذ تصريح حول قانونية الاختطاف وعقوبته، بل هذه المرة هو ضحية وطاله الاختطاف وأفرج عنه بالصفقة ذاتها. في ناس كثير كانوا يرجعون عندنا، طبعا لما يشوفون شيء يتعذبون، لكن نرجع جسمهم مخضر يعني من الضرب. وايضا احكي لي انه حصل كهرباء، يعني جهاز كهربائي كان يهزون به. منذ بداية الانقلاب نفذت الميليشيا حملات اختطاف واسعة لأغراض سياسية وخارج إطار القانون، فأخفت قيادات عسكرية وسياسية وإعلامية. جريمة الاختطاف في القانون اليمني تعتبر جريمة جسيمة، وقد نص عليها في القانون العقوبات بالمادة 249، ونص عليها أيضا في المادة 2 في القانون بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع. هو خرق للقانون وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان بحسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو ما ترتكبه عصابة صالح والحوثي. 390 يوما وأنا لم أعد أقرأ كتابات هؤلاء الزملاء، وهي الفترة ذاتها التي أخفتهم ميليشيا التمرد ولا زالت عن أهاليهم وذويهم بغية الإسكات. ولن نصمت. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.